السلام عليكم. محمد صلاح يبكي أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفل بسبب ما قاله بعد مباراة ليفربول مع إيفرتون، وينتصر لفلسطين مجددا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لمحمد صلاح اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد انتهاء ديربي مدينة ليفربول، والتي انتهت بفوز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما المصري محمد صلاح، فقد حاور نجم الكرة الإنجليزية ومراسل قنوات سكاي سبورت الإنجليزية جاري نيفل محمد صلاح بعد انتهاء هذه المباراة، وقال له: لماذا لم تحتفل بأهدافك في الديربي وشاهدناك حزين في هذه المباراة؟ فرد محمد صلاح عليه وقال له: أنا حزين بسبب ما يحدث في غزة الآن، فهناك أطفال ونساء وشيوخ تقتل يوميا، فماذا أفعل؟ فهؤلاء لا حول ولا قوة لهم. فإسرائيل قتلت العشرات والمئات من الأطفال في مستشفى المعمداني، والآن وفي هذه اللحظة التي أكلمك فيها تحذر أهالي غزة من مغادرة مستشفى القدس الذي يوجد فيها مئات المرضى والأطفال، فإسرائيل هددتهم بأنها سوف تقصفها بالطائرات. فإسرائيل تحاول الآن أن تهجر 2.5 مليون نسمة من أهالي غزة، فسكان غزة يعيشون حاليا في أكبر سجن في العالم، بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا طعام. فكل مرة أشاهد فيها التلفاز أشاهد مجزرة أبشع مما قبلها، فهذا شيء مؤسف للغاية. فأين حقوق الإنسان الذي صدعنا بها الغرب دائما؟ فالغرب بأكمله يدعم إسرائيل ضد هذا الشعب الأعزل. وأنا كمحمد صلاح سوف أقوم بحمل التبرعات من جميع لاعبي الدوري الإنجليزي وأيضا من الدوريات الأخرى لكي نوفر لهم على الأقل الدواء والطعام والشراب. وبعد هذه المقابلة بكى جاري نيفل بكاء شديدا، وأنهى هذه المقابلة وهو يقول: يجب على بريطانيا أن توقف هذه الحرب فورا. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.